أهلا بكم يا رفاق في يوم جديد من المتعة والإثارة الكروية. غدا السبت 15 أغسطس 2026 نلتقي من جديد مع مجموعة من المواجهات الكروية المنتظرة، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى الملاعب لمتابعة يوما مليئا بالحماس والتشويق، في مباريات يسعى خلالها كل فريق لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط منذ البداية. السبت الكروي سيكون حافلا بالمواجهات القوية، نجوم كبار، أندية تبحث عن بداية مثالية، وجماهير تنتظر صافرة البداية بفارغ الصبر. فكل مباراة تحمل قصة جديدة، وكل دقيقة قد تشهد لحظة حاسمة، وكل هدف يمكن أن يغير مجريات اللقاء. موعد مباريات غدا السبت. سنستعرض لكم في هذا الفيديو أهم مباريات يوم غدا السبت، مواعيد انطلاق والتوقيت كل مواجهة، والبطولات التي تقام فيها، حتى تكونوا على اطلاع كامل بكل ما ينتظركم من مباريات خلال اليوم، من الملاعب الأوروبية إلى مختلف البطولات والمسابقات. ستكون هنالك مواجهات تستحق المتابعة وأجواء كروية لا تفوت، لذلك جهزوا أنفسكم ليوم رياضي مميز، واستعدوا لمتابعة نجومكم وأنديتكم المفضلة. المباراة الأولى من الدوري اليمني، شعب حضرموت ضد المكلا، في تمام الساعة 4 عصرا على توقيت مكة المكرمة. المباراة الثانية من الدوري الأسباني، إشبيليا ضد ريال فايونكا، الساعة 10:30 مساء على توقيت مكة المكرمة. إلى الدوري السعودي، الاتحاد ضد الخلود، الساعة 9 مساء على توقيت مكة المكرمة. المباراة الثانية بالدوري السعودي، النصر ضد الفتح، في الساعة 9 مساء على توقيت مكة المكرمة. مباريات ودية، تشيلسي ضد ريال سوسيداد. المباراة الثانية مانشستر يونايتد ضد ميلان. المباراة الثالثة دورتموند ضد روما. المباراة الرابعة انتر ميلان ضد ريال بيتيس. لا تفوت أي مباراة. احفظ الفيديو للعودة إليه عند الحاجة. شارك الفيديو مع أصدقائك وعشاق كرة القدم، واكتب لنا في التعليقات ما المباريات التي تنتظرها غدا. نتمنى لكم متابعة ممتعة ويوما مليئا بالمتابعة الكروية.